شفت اللقاء ازاي وشايف سبب الخساره فين بالظبط؟ مبروك الاسماعيلي، عامل موسم كويس. خسر قدام الاهلي، ما وقعش، كمل بنفس الشكل اللي هو ماشي عليه، بنفس المدرب، بنفس اللعيبه. ما فيش حد بيتكلم على المدرب خالص. ما فيش حد قبل كده قال له ان هو بيجامل حسني مثلا. ما فيش حد قبل كده قال ان هو بيجامل حد على حساب حد او يعمل حاجه على حساب حاجه. فالراجل بيعمل اللي هو شايفه والتوفيق معاه. السؤال الاهم هنا دلوقتي، ايه هي احتمالات نجاح الزمالك؟ يعني نيبوشا مشي، خلاص مشي. الناس كلها كانت زعلانه منه، مشي، خلاص مشي. ايه هي احتمالات نجاح المدرب الجاي؟ اولا المدرب الجاي ده جاي على اول تصريح اتقال ان نيبوشا جامل محمد ابراهيم. محمد ابراهيم وانا قاعد بتفرج النهارده على الماتش ما عجبنيش، ولكن في حاجه مهمه جدا، كل اللي مسكوا الزمالك اخر 3 سنين لعبوا محمد ابراهيم. كلهم بيجاملوه. يعني فيريرا اللي ما كانش بيغير غير للشديد ولا حتى للشديد القوي. محمد ابراهيم اول ما دخل عليه من التشكيل كنا الزمالك بيلعب الصفاقسي في الصفاقس في الكونفدراليه، لعب محمد ابراهيم اول ماتش، لعب وينج رايت، انا فاكر كويس جدا. هل دول كلهم بيجاملوا محمد ابراهيم؟ طب افرض انا دلوقتي المدرب الجديد مسكت الزمالك، بشوف التمرين عجبني محمد ابراهيم، هل هلعب بمحمد ابراهيم ولا خايف لا يتم اتهامي ان انا بجامله؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، شخصيه الفرقه مفيش فعلا. النهارده في ماتشين اتلعبوا، ماتش قبل الجول بتاع كالديرون وماتش بعد الجول. شخصيه الفرقه بتستمد من شخصيه الدكه، وشخصيه الدكه بتستمد من شخصيه الاداره. فين الاداره؟ الاداره مش بتنعقد. ليه مش بتنعقد؟ لان في هاني العتال نجح على عكس رغبه الاستاذ مرتضى منصور، فالاداره مش هتنعقد. يعني ايه؟ ما اعرفش يعني ايه. والنادي مش عارف، في صور بتتنشر النادي والنادي متوسخ ما بينضفش لان مرتضى ما بيروحش. هو في ناس بتعتقد ان ده ممكن يكون بيحسب للاداره، اللي هو احنا كنا موجودين في النادي نظيف فاحنا مش موجودين في النادي مش نظيف. لا، هو الاداره هي اللي بتحط سيستم يشتغل لوحده. مش ان انا ابقى افرض انت النهارده تعبت لا قدر الله، ربنا يعني يدي الصحه للجميع، تعبت سافرت النادي يولع، المفروض انا بحط سيستم. يعني احنا عابرين دلوقتي قاعدين وطالعين على الهواء، رئيس القناه موجود هنا؟ لا مش موجود، صح؟ هل المفروض رئيس القناه يبقى موجود عشان نطلع الهواء لو ما جاش الهواء يبوظ؟ او تلاقي ناس داخلين علينا قاعدين في الاستوديو؟ ولا في سيستم؟ مفيش حاجه ابدا. يعني ده شيء ما بيديلكش اي كريدت ان غيابك بيؤدي ان الدنيا مش ماشيه. ده ما فيهوش كريدت خالص، بالعكس ده بيحصل عليك ان انت مش حاطط سيستم يشتغل لوحده. فانت دلوقتي عشان تجيب مدرب وينجح، المدرب ده محتاج حاجه، اولا ما ياخدش وقت. هو ده مش موجود في العالم، بس هو الزمالك كده لازم ما ياخدش وقت. لازم ينزل يكسب 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 يكسب. طيب لانه لو خسر هيبقى بيجامل، وهيبقى التشكيل غلط، وهيبقى التغيير غلط، وهيبقى اي مراسل واقف قدام رئيس النادي لمده دقيقتين هياخد منه التصريح ده بمنتهى السهوله. يعني المفروض ان العلاقه بين الاعلامي والمسؤول فيها كونفليكت اوف انترست. يعني الاعلامي عايز ياخد الخبر، ماليش دعوه انت مين او انت مسؤول عن النادي ايه، او انا عايز اخد منك الخبر. صحيح. والمسؤول بيقول الكلام اللي يفيده هو بس. مصلحتي ان انا اقعد في خبر حاد لازم تقول انا ده دوري اصلا. لكن المسؤول دوره ايه؟ دوره انه يقول اللي هو عايز يوصل له بس. مظبوط. الرساله اللي هو عايز يطلعها بس. مظبوط. لكن انا النهارده لما اكون اي حد يقدر ياخد مني اي جمله، يبقى انا المدرب اللي انا جايبه جديد ده اللي هو ما اعرفش هو مين لسه، ممكن يخسر الماتش الجاي. هيقول لك التشكيل، الراجل ده هيحط تشكيل تاني ازاي؟ لاعب لعيب واتقال انه اتجامل، اللعيب ده هيلعب تاني ازاي؟ اللعيب ده نفسه هيلعب تاني ازاي؟ انا عندي سؤال بس. يعني اللعيب ده دلوقتي، يعني لعيب زي محمد ابراهيم ده نفسه، ده بيلعب بلاي ميكر، يعني العابه كلها ريسكي، بيلعب العاب صعبه، عايز يرقص واحد لواحد، عايز يلعب كره ثرو صعب، العابه كلها صعبه، ما هوش مدافع، ما هوش حارس مرمى الكره بتجي له كل فتره، لا العابه كلها فيها خطوره. ده ياخد خطوره ازاي ويلعب كره ازاي تاني؟ وهو بيتقال على كل مدرب بيلعبه انه بيجامله، كلهم بيجاملوه. اللي بيعمل لهم ايه؟ بيعملوا، انت لو افتكرت ما فيش مدرب جه عليه محمد ابراهيم الا ولعب بيه اساسي. مصاب بيستناه يخف، وخد بالك من حاجه، اول ما بيخف بيلعب اساسي. برجع واكرر تاني، انا النهارده ما عجبنيش محمد ابراهيم في الماتش، لكن انا بتكلم في مبدا عام. مفهوم. هيلعب تاني ازاي؟ واللي هيدربه ازاي؟ وافرض بعد ما اتقال التصريح ده جه مدرب شاف محمد ابراهيم كويس وقرر انه ما يلعبوش عشان ما يخشش في صدام مع الاداره، المدرب ده اللعيبه هتحترمه ازاي؟ المعادله مقفوله. طب افرض بقى مدرب تجاوز كل ده واخد الدوري واخد الكاس وهو بيلعب السوبر، جه لعيب خد ضربه جزاء ضيعها، هيتقال عليه فاشل. كلمني عن احتمالات النجاح في الزمالك. كلمني عن احتمالات النجاح في الزمالك. وكلامك كله بيصب ان الاداره هي السبب الاساسي والاول في النتائج السلبيه. مش المنظومه طبعا اللي هي راسها على راسها الاداره. والسبب مش في نتائج سلبيه، الموضوع اكبر من مجرد نتائج سلبيه. المنظومه ضعيفه يا ابراهيم، المنظومه ما بتستقبلش الصدمات، بتتاثر بالصدمات. انت لو خسرت ماتش واحد الدنيا بتتشال وتتحط سواء خارجيا او داخليا. ماشي.
بعض الناس عفيفي شايفين وانا منهم ان السنه دي تامر عايزينك تكون موجود معانا كابتن فاروق، ان السنه دي او السنين اللي فاتت احنا كنا دايما بننتقد المستشار مرتضى منصور انه بيتدخل بشكل كبير جدا في عمل الجهاز الفني، وبينتقد دايما الجهاز الفني وبينتقد المدير الفني، ومع اي نتيجه سلبيه حتى لو تعادل بيمشي الجهاز الفني. السنه دي احنا شفنا حاجه غير مختلفه بصراحه عن ده، يعني مع كل السلبيات اللي انت قلتها نتفق في بعضها ونختلف في الاخر، بس السنه دي احنا شايفين ان بوشا بيشتغل، بيخسر، بيتعادل في اللقاءات من فرق سمعنا تصريح في النص ان في لعيبه بتتجامل، بس في الاخر في لعيبه تستاهل تاخد فرصه. بس اللي عفيفي احنا صحينا الصبح في يوم من الايام لقينا الزمالك بيلعب الرجاء بباسم مرسي وخالد قمر وكاسونجو قاعد بره. طب اكمل كلامي. اللي اقصده ان مساحه الانتقاد اللي موجوده مش زي مساحه الانتقاد او اللي احنا كنا بننتقدها وبنتكلم عليها في السنين اللي فاتت. دي مغالطه برضه، انت ما بتقارنش بالسيء، انت بتقارن بالصح. مفهوم، بس اللي اقصده انه في الاخر انت سايب الراجل بيشتغل، يعني لا يعني في الاخر مش واضح انه بيشتغل يا ابراهيم. انا دلوقتي يا ابراهيم لما اطلع اقول احنا دلوقتي قاعدين مع بعض بنشتغل الاستوديو دوت، تمام؟ فنفترض ان في تعليمات جت من الاداره فيها تعقيب او كومنت على اداء ابراهيم عبد الجواد. طلعنا الحصاد الاسبوع الجاي من غير ابراهيم، ده معناه ايه؟ هل احنا كده عارفين نشتغل؟ يعني احنا كده مسيطرين؟ ان احنا مش مسيطرين ولا حاجه. اتقال ان مش عارف الناس اللي بتتظلم والناس اللي تاخد فرصه والناس صحينا يوم ماتش الرجاء لقينا بس خالد قمر بيلعبوا 2 اساسيين وكاسونجو قاعد بره، اللي هو الفرود الاول باي فار في الزمالك، واللي هو ما فيش اي فرود تاني فرض نفسه جنبه. كاسونجو هو وحش. كاسونجو بالمناسبه مش عايز معنى كلامي ان هو يعني مكسر الدنيا واحسن فرود في الدوري، لا مش احسن فرود في الدوري، بس وهو وحش احسن من اي حد تاني في الزمالك. وهو يعني انت قصدك ان كان في نفس الشكل من الانتقاد والضغط بيحصل بس بشكل في الغرف المغلقه، يعني ما بيش باين الاعلام بس باين. لا هو طلع في تصريحات يا ابراهيم، ما هو يعني لا، ما هو انا لو ما سمعتش ما اقدرش اخترع، ما اقدرش اطلع اقول ان الراجل ده عمل كذا عشان كذا. انا ما قعدتش معاه في الاوضه، جايز هو شايف بس خالد قمر هو حر، لكن انا سمعت التصريح وقريت التصريح وشفت التشكيل، ما اقدرش ما اربطش. تمام، ما اقدرش. بعدين دلوقتي انا مش بتكلم في نيبوشا تاني، نيبوشا مشي، الناس كانت زعلانه من نيبوشا مشي. المدرب الجاي يا كابتن فاروق النهارده كابتن فاروق جعفر مدير فني نادي الزمالك مثلا، وكابتن فاروق نزل التمرين اتفرج على اللعيبه شاف محمد ابراهيم كويس، ماشي. هنعمل ايه؟ محمد ابراهيم نفسه هيلعب ازاي؟ هو هيلعب ازاي؟ هروح لكابتن فاروق، بس استاذن حضرتك كابتن فاروق نشوف راي تامر شايف مع عفيفي ان المشكله اداريه مش بالمقام الاول في نادي الزمالك وهي اللي مأثره على الفريق، ولا شايف ان الشكل الفني والاداء الفني لنبوشة هو اللي ودى نادي الزمالك للشكل اللي احنا شايفينه والنتائج السلبيه اللي احنا شايفينها؟ الاثنين يا ابراهيم، بس الجانب الاداري يتحمل الجزء الاكبر لاسباب بسيطه جدا يا ابراهيم. اولا فين الحفاظ على هويه الفريق؟ فين هويه الفريق؟ فين شخصيه الفريق؟ لما تجيب في بدايه الموسم ما يقرب من 15 او 16 لعيب وعليهم مدير فني انت تعاقدت معاه قبل ما الموسم يبدا ب 10 ايام اسبوعين. طيب انت قلت او قررت ان نبوشة قاعد، لان طبيعي ان هو يقعد. وانا النهارده كمدرب جاي بتولى مهمه فريق في لعيب اسمه احمد عفيفي جديد، لسه انا عاوز اشوف ايه امكانياته. انا جديد، هو اللعيب جديد عليا وفريق جديد عليا، على بال ما بستكشف اللعيب مميزاته وعيوبه. ده باين يا ابراهيم، ده باين في على الاداء الفريق. يوسف اوباما قدام حرس الحدود باك رايت، والنهارده باك رايت النهارده ما بيأديش فدخلته، طيب رجعته تاني ورا المهاجمين. طب مش عارف داوودة ورؤى، انت كل اللي انت بتتكلم فيه ده ملاحظات فنيه بحته. ما هو عشان كده بقول لك الاثنين مرتبطين ببعض. ما هو ان انت تسيبه يشتغل ويستكشف نتائجه هتبان بعد كده، لكن انت جبته وبعدين النهارده بقى الاسبوع ال 13 اهو بيمشي. فده اللي انا عايز اقوله لك. ليه هو بيمشي؟ لان هو من البدايه انت ما فيش هويه للفريق يا ابراهيم. فين هويه الفريق؟ هات لي فريق في العالم بيغير العدد الكبير ده من اللعيبه، خاصه ان اللعيبه دي اصلا لسه جايه كمان قريب من يعني انت مثلا عارف لو انت ماسك فرقه بدون ذكر اسماء لعيبه، مثلا بتقول دي لعيبه خلاص كبرت وما عادتش هتدي خلاص تاني في الكوره وخيل حكومه ولازم نتخلص منهم والحاجات اللي احنا بنقعد نقول عليها دي، اقول لك ماشي. لكن دي في لعيبه لسه ما بقالهاش سنه او اتنين في الفرقه، قمت جاي وممشيها وجايب ما يقرب من 15 او 16 لعيب. ممكن اتفضل طبعا. حاجه، هات لي اسم لعيب واحد في الزمالك بعد ما الزمالك بيجي في جول بيبقى واقف على رجله في الملعب. واقف على رجله، تبقى انت وانت قاعد بتتفرج. دي شايف ان دي مشكله جهاز فني مشكله شخصيه ولا مشكله المنظومه المتكهربه المتعفرطه اللي فيها قرارات كتيره اللي فيها؟ ما ينفعش يا جماعه رئيس النادي يبقى قاعد بيزعق في المدرجات، ما ينفعش. ما ينفعش، لان ده كلمته قرار. المشجع مشجع، محدش مشجع ملوش اي ملوش اي تاثير في الموضوع. احبك اكرهك ممكن تكبر دماغك مني وتلعب. رئيس النادي ده كلمته قرار، ما ينفعش يبقى قاعد بيزعق في المدرجات، ما ينفعش.
انا كلاعب العب ازاي اصلا؟ مع ان انا كمشجع ممكن اخرج عن شعوري اعمل اي حاجه، من جوه مشجع اخرج عن شعوري، رئيس النادي لما يخرج عن شعوره عليا انا في مليون فكره بتيجي في دماغي وانا في الملعب، ما ينفعش. بقى انا عايز استحضر بس حاجه معينه. ايه رايك في شيكابالا في السعوديه؟ هايل لسه جايب جول النهارده. ايه رايك في محمد مسعد وريكو في المقصه؟ هايلين. نفس الثلاثه دول في الزمالك السنه اللي فاتت كانوا ايه؟ لا بس هنا لازم نقف وقفه في نقطه. شيكابالا لعب في الزمالك، تألق في الزمالك قبل كده، واحد يقدر يشيل فانيله نادي الزمالك، لكن في لعيبه كتير جدا جدا. انت مش فاهمني، انا قصدي ان الناس دول هم السنه اللي فاتت ما كانوش بالمستوى ده. لا يعني احنا النهارده في ديسمبر 2017. لا ديسمبر 2016 بس في نقطه بس يا عفيف، اتفضل. في لعيبه كتير جدا لعبت في الاهلي والزمالك وما كناش شايفينها، ما جاتش، اتشالت من الاهلي والزمالك، رجعت فرقها. يا اكرم عبد المجيد في الزمالك دي كان نجم من نجوم البلديه، تمام، راح الزمالك ما شفناهوش، رجع البلديه. شيكابالا اللي هو نجح قدامنا قبل كده. لا بقول لك، ما انا عشان كده بديت كلامي عشان كده شيكابالا ما حصرتهاش في ريكو، عشان كده ما حصرتهاش في ريكو ومسعد، انا حاطط معاهم شيكابالا. ما انا عشان كده بقول لك بديت كلامي في شيكابالا انت شفته قبل كده تألق مع الزمالك، فده عدى بالمرحله دي وشال ماشي. لكن ريكو ومسعد لا، يعني في لعيبه كتير جت الاهلي والزمالك لا انا مش طالب منه يتألق، ده ما لعبش. انا مش طالب منه يتألق، هو بيدي في المقصه دلوقتي ريكو ومسعد بيدي في المقصه 7 8 9 من 10. مش عايز 7 8 9 من 10، انا عايز 5. ما كانش فيه ال5. ليه؟ المنظومه لا تساعد على النجاح. المنظومه عشان تنجح فيها لازم تكون سوبرمان. مدرب تيجي النهارده تفرض شخصيتك الفنيه وتفرض شخصيتك على اللعيبه والناس كلها تسمع كلامك، حتى لو انت مهدد تمشي بكره، ما اعرفش ازاي تعملها دي، وتكسب كل ماتش، لان خد بالك لو ما كسبتش اي ماتش هتبقى بتجامل في التشكيل وهتبقى مش مسيطر على اللعيبه. طب افرض كسبت كل حاجه وخدت الدوري والكاس والجمهور حبك وكهربا خد ضربه الجزاء في السوبر وضيعها، تبقى فاشل. كلمني عن احتمالات النجاح. مفيش. المنظومه الناجحه يا جماعه مش كل حاجه فيها تبقى صح. مفيش منظومه في العالم اصلا كل شيء فيها صح. المنظومه الناجحه هي اللي بتستوعب العيوب، بتمتصها وبتاخدها وبتمشي بيها. برشلونه السنه دي متصدر الليجا بفرق تقريبا مش فاكر كام نقطه، 8 نقط او 8 نقط. برشلونه السنه دي يا كابتن فاروق ما فيهوش غير 3 4 لعيبه، تير شتيجن، امتيتي، بوسكيتس، ميسي، 4. الباقيين كلهم مش موجودين، وجوردي ألبا. الباقيين كلهم مش موجودين، مش مستوى برشلونه اصلا، لكن منظومه قويه جدا. فالمنظومه قافله على الناس وماشيه بيها. ضربت قبل كده مليون مثل جilberto، الناس كلها بتحلف بيه، ما كانش بيعرف يدافع. عمرك حسيت؟ لا، منظومه. ايمن اشرف اداؤه كقلب دفاع انا عن نفسي شايفه يعني وحش جدا. حد حس؟ ما حدش حس. وقيس على كده بقى على مستوى النادي. النهارده النادي الاهلي مجلس ادارته في عضو من الاعضاء قبل الانتخابات بيومين كان هيعقد مؤتمر صحفي ولغاه. انت اتكلمت عن الموضوع في البدايه. في تصريح سمعته؟ لا. ليه؟ المنظومه قويه تمتص الصدمات وتاخدها وتمشي بيها. لكن انت دلوقتي ابراهيم بقول لك بيجي فيك جول، ما فيش لعيب بيقف على رجله، ما فيش لعيب وانا قاعد بتفرج مستني الكره تجيله. كل ركبه بتخبط. الكره المفروض تخلص في تخلص في 3 ثواني. الكره المفروض تاخد فيها سبرنت، مش قادر تاخد سبرنت، بتقع في لعيبه، بتقع لوحدها، تتزحلق لوحدها. المنظومه ضعيفه واحتمالات النجاح فيها، خد بالك ما فيش حاجه اسمها ده هينجح وده هيفشل، دايما في احتمالات. احتمالات النجاح في الزمالك صعبه جدا. اكمل وجهه نظري بس يا ابراهيم في دقيقه كمان سريعا يا ابراهيم، عشان بس اقول لك حته الاداره اتكلمنا فيها، بس انا كان يعني نفسي في اداره في مصر تطلع تقول يا جماعه انا جايب مثلا 16 لعيب جديد، جايب مدير فني جديد اول مره ليه في الدوري المصري يمرن، انا ببص على كذا. ايه الكذا بقى؟ انت اللي تحدده. انا بلعب ان انا ما اكسبش دوري السنه دي، انا الراجل عندي بمهد للموسم اللي جاي، مش اللي احنا اللي بدا ده اللي هو 16 17 18. لا، انا مثلا ببص على ان انا اكسب الدوري 18 19، بس انت تحسسني ان انت بتشتغل على هدف ومصمم ان انت تحققه. وجمهور الزمالك هيصبر. اللي يخلي جمهور الزمالك يصبر السنين دي كلها بس يشوف في امل. انا جايب لعيبه جديده ومدير فني جديد. اروح لك بقى للاتجاه الفني. الاتجاه الفني كابتن فاروق كان موجود في الاستوديو في اول مباراه الزمالك والانتاج الحربي. لعيبه جديده، كابوريا لعب ما شفناهوش تاني، خالد قمر ما بداش تاني، حاجه اكتشافات بقى. شويه طارق حامد وداوده ورؤى، وبعدين النهارده طارق حامد ودونجا، وغيرنا الثلاثه. النهارده الثلاثه اللي لعبوا ورا كاسونجو كان محمد ابراهيم وكان عبد الله جمعه ورزاق سيسي. انا بصراحه انا متفق مع عفيفي طبعا في اجزاء كتيره، بس انا شايف
ان زي ما انت بتتكلم كده تامر في اجزاء برضو كبيره جدا وكتيره جدا على نبوشه في الاجزاء ما الفنيه. انا هكمل لك في الامور الفنيه. شويه فتوح، شويه مؤيد، شويه حازم امام في البدايه، وبعدين اكتشف ان حازم مش لاقي حد بديل فموظف وجبر. فاللي انا عايز اقول لك فيه ما هو الراجل بقى عمال يكتشف. ما انا بقول لك انت اديته لعيبه جديده كلها مره واحده. صحيح. هو ده ايه وده ايه وده ايه وده لسه مش قادر يوظفهم ويوصل لك احلى صوره يقف عليها. صحيح. اخر نقطه برضو كوتشنج بقى بصراحه دي برضو لازم اقولها لان هو جزء يتحمل منه. بص